بالمال قد تجلب كل شيء، لكن لن تستطيع الفوز بالبطولات والتاريخ وأن تكتسب هوية. الأهلي النهاردة قدر يفوز على بيراميدز، وقدر يحقق كام حاجة في المباراة، وقدر النهاردة يفرض إن مهما عليت هتفضل برضو رقم اتنين، مهما بفلوسك، مهما باستثماراتك، مهما بصياح مسؤولين عندك، مهما انك تدخلنا في حوارات، حوار زي مثلا حوار الشيبي، تدخل تحاول تأثر مثلا على نفسية لاعب عندنا زي حسين الشحات اللي كان النهارده مأكل لاعبتكم النجيلة، مهما تأجر ناس جمهور أبيض غرضه اللي هو كره الأهلي فقط عشان تكسب بطولة ويبقى عندك جمهور والجو ده، عمرك برضو ما هتهز ثقتنا، ولا هتقدر تبقى فريق، ولا هتقدر تبقى مثلا فريق اللي هو يرعبنا. مهما كان هتفضل اسمك نادي فلوس، مهما اسمك هيفضل اسمك نادي بقاله 5 سنين ما حققش بطولة. فيوتشر وسيراميكا والأندية دي كلها حققت بطولات وانت هتفضل كده هلهولة. النهارده الاهلي بدأ كان اول 8 دقايق الاداء هادي، اداء في كله في نص الملعب، الاداء بيتنقل من هنا لهنا لحد بقى اول خطوره حصلت الاهلي. كريم فؤاد رقص مدافع، رقص المدافع بتاع بيراميدز، ولعب وجرب الكوره، ولعب الكوره كويسه جدا، لعبها مروان لعبها تسديده كده كانت كويسه، بس عليت كده فوق العارضه فتح بيها بطن رجله قوي. بعدين الاهلي بقى ماسك كوره، بقى بينقل كوره كتير، بقى بيروح بكوره، فبعدها ب7 دقايق تحصل كوره كده كويسه جدا من خالد عبد الفتاح، لعبها لناحيه حسين خد الكوره وانطلق بيها كده، ولعب العرضيه بتاعته المعتاده اخر كام ماتش كده، وبتحرك رائع جدا ممتاز من وسام اللي كل مدى بتلاقي اللي هو مميز جدا في التحركات بتاعته جوه البوكس، وبيقدر بيقدر يسرق المدافع، بيقدر يتحرك بذكاء وبسرعة كده كويسة، يعني في أقل من الثانية لقيته اللي هو اتحرك كويس والكرة وصلت له سجل هدف. بقى عندك ميزة المهاجم بتاعك بيسجل، المهاجم بتاعك بينافس على هداف الدوري، فدي حاجة كويسة ليه. النهاردة وسام بقى 10 تجوان في ماتشات قليلة جدا، أقل من المهاجمين واللاعيبة اللي لعبت في الدوري كلها. ده غير مثلا فرص كتير، في فرص كده ضيعها، فرصتين النهارده كان ممكن مثلا يبقى هاتريك كده او سوبر هاتريك، كان زمانه فرق عن مايلي ده 3 اجوان بس يعني، بس هي متعوضة. المباريات كتير وسام يسجل بإذن الله ويبقى هداف الدوري. وبعدين الأهلي فضل مكمل سيطرة واستحواذ ماتش من طرف واحد، وتيجي كرة لحسين اللي يلعبها في العمق كده لوسام بعد الهدف على طول بدقيقتين، وسام لعب الكرة ممتازة جدا بس عليت، عملها الشيب كده عليت فوق العارضة. كانت هتبقى فرصة كويسة جدا انك في أول تلت ساعة تبقى 2-0، فهتبقى حاجة ممتازة جدا. لكن بعدها تراخي كده وتراخي كده في نص الملعب وكورة كده وعدم تمركز من المدافعين، وعدم تغطية من كويسة من رامي ربيعة، ال- ومنعم اللي يعتبر هم برضو مسؤولين عن الهدف مع طلوع الشناوي. بس انا شايل مثلا التمركز للمدافعين، شايل الربيع اكتر، وبعدين يجي منعم. هدف ما كانش له اي داعي، كان انت ممكن تجيب التاني وتريح نفسك، تبقى 2-0 تخرج بالشوط الاول 2-0، كانت تبقى ممتازه جدا، بس هو الشوط خلص تعادل. فبرضه يعني انا كان نفسي في الشوط اللي يخلص الاهلي كانت هتبقى مريحه اكتر، لكن الاهلي فضل ضاغط، بس الشوط الاول ينتهي 1-1 في ظل برضو حاجات كده غريبة من الحكم، في حاجات عجيبة بتحصل، في حاجات أنا مش فاهم يعني، في فاولات ما بيحسبهاش، وفي لعيبة عمالة ما شاء الله تكسير وعادي يعني. المهم الشوط التاني بدأ بيراميدز هي اللي كانت بتحاول تباغت وتجيب هدف، وقدرت في دقيقة 51 بكرة عرضية من الشيبي لعبها لأحمد سامي، وطلوع غريب جدا للشناوي وسوء تمركز المدافعين، وحاجة غريبة وقمة في القرف يعني. يعني بجد كفاية يعني.
الفترة دي طالما الشناوي مش فايق، لعب شوبير، لاعب اللي رجله في الملعب اكتر، اللي فايق اكتر، لاعب اللي هيفيدك اكتر. هي مش بالاسامي يعني، لاعب اللي يفيدك اكتر. كنت في الماتش زي ده محتاج اشوف ديانج بدري شوية عن كده، كنت محتاج قفشه برضو ينزل بدري عن كده. بغض النظر عن الهدف والله، بس هو فعلا كان المفروض ينزل بدري عن كده، لان امام النهارده ما كانش هو امام، كان فرق كبير قوي في المستوى. المهم الاهلي يفضل يعمل محاولات ويفضل يعمل هجمات، بس بتبقى هجمات كده، بس مفيش تمركز قوي جوه المنطقه، الا مثلا بتلاقي اتنين ولا تلاته جوه المنطقه، في ظل هتلاقي كثافه دفاعيه من بيراميدز كبيره. لكن الاهلي فضل بهجمات كتير، يروح لحد الكرة كده كويسة جدا تيجي لحسين الشحات، يقدر يلبسها يلبس ضربة جزاء المدافع، ضربة جزاء صحيحة، عشان الجمهور الأبيض اللي بيشجع بيراميدز هيطلع يصيح ويطلع يزيط. ضربة جزاء صحيحة، يدخل يسجلها وسام بطريقة كويسة جدا، طريقة بقت معتادة ماركة وسام، بقى متخصص في ضربات الجزاء ممتاز جدا. هدف كويس جدا، جه في وقت مهم، في الدقيقة تقريبا 68 ولا كان في الدقيقة تقريبا 68 أو 70 بالظبط. فحاجة كويسة جدا، قدرت انت تجيب جون في وقت برضو مهم، بقى يعني مديك أريحية نوعا ما. وبعدين يحصل تبديلة أليو ديانج، ينزل مكان مروان عطية، وينزل محمد مجدي قفشة ورضا سليم مكان طاهر ومكان إمام. الاهلي بعد الجون التاني بقى مسيطر، بيراميدز ما حاولش اللي عليك الا بكوره واحده، وكان فيها تعامل جدا حلو جدا مع عبد المنعم، حط جسمه كده قدام الكوره، كانت انطلاقه كده لمصطفى فتحي. الاهلي فضل مسيطر، فضل بينقل الكوره براحته، وفضل بيلعب اسلوبه، فضل اللي هو متقدم ضاغط، بيلعب كرة لقدام، بيعمل فرص من عرضيات، كانت بتتلعب حلوة جوه المنطقة، وكان في كنترول جامد. حسين الشحات النهاردة اللي كان فايق جدا، وعمل صنع النهاردة بتاع 4 ولا 5 فرص. آه ونزل وتيجي كرة كده كريم فؤاد ياخد الكرة يلعبها كويسة جدا لمحمد مجدي قفشة في المساحة، اللي هو يظبط نفسه ويسدد التسديدة الشهيرة بتاعته، بقت تريد مارك، بقت حاجة كده اللي هي انت متعود عليها. كل جمعة في الدقيقة 85 قاضية، كل جمعة في الدقيقة 85 تلاقي تألق لقفشة، كل جمعة في الدقيقة 85 تلاقي يعني حاجة انت متعود عليها تحصل، سيناريو انت خلاص تأقلمت عليه، سيناريو بقى محبب لنا كجمهور الأهلي يعني. وبجد الواحد ممتن جدا لمحمد مجدي قفشه على اللحظات اللي عاشها معاه اخر 5 سنين كده ولا حاجه. يعني راجل جاب لك بطولة افريقيا، كان برضو سبب في انك توصل نهائي بتاع كاس مصر بقضية برضو قدام الاتحاد. برضو في السوبر كان جايب جون القضية الجون التاني. النهاردة جاب لك الجون قضية وريحك من وجع دماغ، و3 نقط مهمة. وقفت انت الفوز المتتالي لبيراميدز 14 مباراة متتالية، وانت بقيت 13 دلوقتي مباراة متتالية، وعندك قدرة انك تكسر الرقم، وانك دلوقتي بتقدم خطوة بخطوة لحد صدارة الدوري، ولسه غير المباريات المؤجلة. فماتش مباراة بيراميدز دي كانت مهمة جدا، انك تكسر سنين الناس الرغاية اللي زي دي، تكسر سنان ناس عمالة بتلت وبتعجن، عمالة اللي هي هدفها انها توقعك، بس هدفها انها تضغط على اتحاد الكورة وسحب الاستثمارات، تضغط اللي هي موضوع زي الشيبي، وبعدين يحولوا لك الموضوع من حاجة في الملعب لحاجات بره الملعب وبره الكورة ومحاكم وجو ده وقرف. فكان مهم جدا انك تكسبهم، مهم جدا انك تكسر نادي زي ده. كل الدعم للنادي الاهلي في اللي جاي، وباذن الله كالمعتاد الاهلي بطل الدوري. السلام عليكم.